السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هناء من قناة عالم هناء للهاند ميد والخرز. ايه رأيكم يا جماعة؟ موديل طبعا تحفة واخر شياكة. اللولي طبعا حاجة جديدة ان احنا نعمل الفوانيس باللولي. انا اشتغلته السنة اللي فاتت والحمد لله بعت منه، فالسنة دي ان شاء الله هعملها لكم ورشة. ايه رأيكم؟ اظن تحفة. طول السنة ده يتحط كديكور، عرايس بقى بنات، يتحط ديكور كده في الأوضة بتاعتهم، وفي شهر رمضان فانوسة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. النهاردة هنقول بس احنا هنحضر ايه عشان نعمل الورشة دي بإذن الله وعلى بركة الله. هنحضر مع بعض نص كيلو لولي، طبعا انا اشتغلت منه جزء. احنا هنحضر نص كيلو لولي. هنحضر الازاز ده بيتجاب بواقي كده من عند بتوع الازاز اهو. هتجيبي بواقي كده، تقولي له عايزه بواقي عشان هعمل بيهم فوانيس. احنا محتاجين 4 من دول، طولها 10.5 وعرضها 6 سنتي. 10.5 في 6 سنتي. محتاجين وحدة الصوت والضوء دي، والخيط بتاعي ده مقاس 60 وممكن 70، مع ان اللولي احنا في الشنط بنستخدم له 50 او 60. لا انا هنا بقى اهو ده 70، بس انا بقولك ممكن تجيبي 60 او 70. انا مش شغاله له 70 ليه؟ عشان يقف الوقفه دي، لان الخرز المدور يا جماعه في الفوانيس ما بيبقاش جامد. فانت عشان تجمدي شغلك ويبقى ناشف كده حديد كده زي ما انتوا شايفين، هاتي خيط يكون تخين بس في نفس الوقت يدخل ويشتغل معاكي. فال70 هيبقى كويس، ال60 هيبقى كويس، بس اربطي ربطه جامده. هو صعب في شغله، اللولي صعب في شغله. لو فوانيس هيبقى صعب شويه، عايز ايد متينه، بس اخر شياكه، قمه في الشياكه. شايفين شكله عامل ازاي؟ انا عملته بالخرز العادي على فكره، برضو ماشي حلو، مفيش اي مشكله. هنزل لكم برضو منه صور. عملته بالخرز اللي هو المربع، وممكن تعمليه بالخرز السداسي الشفاف زي ما انت عايزه. اي خرز اعملي بيه مفيش مشكله. بس انا لقيت ان اللولي حاجه جديده ان هي تتعمل في الفوانيس. كنا اول ناس نعملها باللولي، فاشتغلناه السنه اللي فاتت. اشتغلنا ده واشتغلنا شكل تاني ان شاء الله هبقى انزله لكم. فكان تحفه بصراحه، وكان الاقبال عليه يعني، والحمد لله ولله الحمد، ربنا يبارك. الحمد لله كان شغله حلو، وكفايه شكله قطعه فنيه تحفه. يتحط كده في الاوضه بتاعتك، يبقى شكله تحفه. على بركه الله هنبتدي الورشه باذن الله، وان شاء الله تكون ورشه خفيفه عليكم وسهله، ما يكونش فيها اي تعقيدات باذن الله. حضروا انتوا بس يا بنات الشغل اللي لسه مبتدئه. مرني ايديكي على الغرزه الرباعيه، خشي على فيديو الغرزه الرباعيه، مرني ايدك مره واتنين وتلاته، شغلي الفيديو ومرني ايدك، اشتغلي ورايا. يعني شوفي انا عملت ايه، اشتغلي ورايا، ما تبصيش على الفيديو بس، اشتغلي بايدك. هاتي خرز واشتغلي عشان ايديكي تتعود على الشغل ويبقى شغلك جامد. فما تحتاجيش ان انت ايه تفضلي تشدي وتعملي وايديكي توجعك، لا هتبقي متمرنه كده، وايديكي هتبقى ان شاء الله كويسه في الشغل. فهتشتغلي من غير اي تعقيدات ومن غير اي مشاكل. هو بس عايز تعود، هو سهل جدا، بس هو عايز ممارسه. ما بصش واقول انا اتعلمت، لا، اتعلم لما امسك الخرز في ايديا والخيط وابتدي اتعلم وابتدي اشتغل وابتدي انتج كده. انا ابقى اتعلمت. اشتغلي الغرزه الرباعيه
وشوفيها. وبعد كده خشي على الفانوس الصغير اللي انا منزلاه، وان شاء الله هنزل لكم فانوس تاني النهارده باذن الله، برضو فانوس صغير. ده انا بنزل الصغيرين ليه؟ علشان تمرني ايديكي في حاجات صغيره، حاجات صغيره تمرني ايديكي فيها. فانت تبتدي مثلا تاخدي ايديكي على انك تعملي غرزه رباعيه، تاخدي ايديكي على انك تفهمي يعني ايه غرزه خماسيه، يعني ايه غرزه سداسيه، يعني ايه سباعيه، يعني ايه ادخل في من تحت في 2، يعني ايه خماسي على 2، يعني هدخل من تحت من 2، يعني ايه سداسي على 2، يعني ايه سداسي على 3. انت مش هتعرفي كل ده غير بالممارسه. فانا مدخلالك كل ده في الفوانيس الصغيره. هتلاقي الفانوس فيه كذا غرزه، وانا ماشيه معاكي واحده واحده وبالعدد، وبقول لك نعد ايه وفاضل لنا كام، وبالراحه، واشتغلي بالراحه وزي ما انت عايزه، واحده مره واثنين وثلاثه. مرني ايديكي في الفوانيس الصغيره اللي انا منزلاها، وان شاء الله ان شاء الله هتبقى ايدك حلوه قوي، علشان لما تيجي تشتغلي شغل الشنط اللي اتفقنا ان هو هيبقى مشروع حلو قوي ليكوا يا بنات. ولو حتى مش مشروع هتعملي لنفسك الشنط اللي انت عايزاها. فطبعا لما ايدك تاخد على الغرز هتعرفي تشتغلي كل ده بمنتهى السهوله، وهتدمني الشغل ومش هتبطلي باذن الله، باذن الله وعلى بركه الله. وربنا يجعلها فتحه خير على الكل. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.